عليكم. عليكم السلام أبو فهد. لماذا يعني تمدح السعودية؟ السعودية يعني حفظ مجرمة. الله السعودية، والله يحفظ السعودية. أنت من أي بلد أنت أبو فهد؟ والله أنا من الرياض. أنت من الرياض، ليس بلد أصلا. السعودية ليست بلد، السعودية محتلة يعني. وأنت ليس سعودي، أنت أختك من تقول لي سعودي، أنت ليس سعودي. السعودية حفظها الله. طيب، السعودية، أنا ما أرى السعوديين يموتون في البحر لأجل أوروبا، فلهذا يدل على أن حكام ما شاء الله جزاهم الله خير ليس لأنك معصومين. لأنك لأنك لم تذهب في السعودية أنا ذهبت وتدخل. حبيبي، أنا رحت من الرياض. إيه، ذهبت باستضافة العصابة المجرمة والله ما استطاع، لا لا اخي، والله حبيبي شوف. إيه ابو فهد، ابو فهد، لسه اسمع حبيبي. الانسان سوف يقف امام الله. طيب، انا اول زياره لي في السعوديه، انا عندي شركه تاع العمره. طيب، انا واخوه هنا في بريطانيا ذهبنا وحدنا، ما لا استضافه ولا يحزنون. لكن عندما سمعوا بي اخوه هناك اتصلوا بي واكرموني ضيفوني. نعم، والله ما قال لي شخص شمس يقول كيف وكيف، لان انا شخصيا قلت الموسم الرياض في اشياء لا تجوز، حرام. تكلمت عن اشياء في موسم الرياض وما سجنوني ولا شيء، الحمد لله. لكن انا كنت في الرياض حبيبي ابو فهد، كنت في الرياض والله يومين وانا اجول واصول، والان موسم الرياض فلم ارى الا الخير. هذا ليس معنى ما في معاصي، لكن السعوديه افضل بلد اسلامي في العالم كله. هذا غير صحيح. السعودية والله تدعم صحيح. الصهاينة. انت ساكن الان في السعوديه ام خارج لا السعوديه؟ لا لا، والله أنا لاجئ. سرقوني العصابة انت السعودية، الحين لاجئ لاجئ في اي بلد؟ في اي في بلد لاجئ؟ أوروبا. في أوروبا. اوروبا. ما رايك في اوروبا الذين سرقونا؟ أفضل. لا لا لا، والله اللي سرقني السعودية، لا 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 اخي، اللي سرقني واعتدى حبيبي، علي. بريطانيا، اسمع، اوروبا استعمروا الدول الاسلاميه وسرقوا الذهب والفضه وسرقوا كل شيء، تمدحهم. سبحان الله. ما لا لا، الذي هم دفع هم 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 الصهاينه؟ إيه، هم حطوا العصابة السعودية هم. لا لا، ما حطوا، لا ما حطوا. اخي، كيف يحطوا العصابه والان السعوديه حفظهم جزاهم الله خير؟ السعوديه النقاب موجود، السعوديه قالوا ايش علانيه في دخل الامم النقاب؟ المتحده. ما ابو له فهد، العميل، ما له ابو فهد دخل دقيقه. في النقاب، العمالة. لا لا تفضل اسمع تفضل. حبيبي. ابو فهد دقيقه، هل يجوز الاستعانه بدوله تساعد الصهاينه؟ لا، في اي بلد انت؟ في بريطانيا. بريطانيا تساعد الصهاينه، فلماذا طلبت الاستعانه واللجوء من بريطانيا؟ ولا لا بريطانيا لا 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 ليست وافد، لا 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 مخطئة. لا. ها؟ بريطانيا مخطئة، بريطانيا لا لا مخطئة، تقول لي ولكن لا يجوز، فانت دقيقه، انت تفعل لا محرم. لا تتمسح بالدين الإسلامي انت بريطانيا. لا، حكمتك بوم، حكمتك. يجوز لا يجوز، وانت طلبت اللجوء واستعنت ببريطانيا التي تساعد الصهاينه، فانت منافق. يا أخي لا تتمسح بالإسلام. حكمتك، باي باي. حكمتها، ما كانش قارع فيها. والله كلهم طالعين وكأنهم طلب اللجوء والاستعانة من بلد تساعد الصهاينة، ثم يخرج ويطعن في السعودية. حفظ الله السعودية وجزاهم الله خير. أبو فهد، الله يهديك يا أخي، الله يهديك. اترك عليك هذه السعودية، ما شاء الله. أنت تركت السعودية، التوحيد والسنة والأذان والمساجد، الله أكبر، ثم أتيت لبريطانيا لأجل الدين. يا أخي، أخذنا منك أبو فهد، الله يهديك يا أبو فهد. إذا أنت موجود، الله يهديك يا أخي، اتق الله وسوف تموت. أخي، أنا أقول لك على أوروبا، أنا عايش في أوروبا. أوروبا يستقبلون المعارضين السياسيين بشرط أن لا يهيجوا الناس ضدهم. ألا تعلم أن بريطانيا وأوروبا استقبلوا كثير من الإرهاب الجزائريين الذين كانوا يقتلون إخواننا الجزائريين وأهلي في الجزائر في التسعينات، وقتل أطفال ونساء الجيش الجزائري حفظه الله، ولم تفعل له شيء. لكن عندما بريطانيا استعمرت العراق ونفس الشخص تكلم ضد بريطانيا، اعتقلوه، بل رحلوا إلى بلده. فهذا يبين بأن الغرب يستغل معارضين السياسيين كالكلاب، أي انبح على الناس ولا تنبح على صاحبك.
فإذا نبحت على صاحبك يضربك. سبحان الله، هذا أكبر. أنت السعودية الإيمان ما شاء الله، أنا ما نقول لك ما فيه معاصي، ما فيه سلبيات، لكن أفضل، جزاهم الله خير. أنت أين تعيش أنت؟ أنا أعيش في بريطانيا. لماذا تعيش في بريطانيا وتقول للشخص الذي طلع قبل أبو فهد تقول له أنت تعيش في بريطانيا وتدافع؟ لأني أنا ما خرج من بلدي لأجل بلدي تساعد الصهاينة لا هم بلدي. فهذا اسمع، خصك تفهم الكلام، تفهم الكلام. الكلام هو أنا عندي منافق من يقول خرجت من بلدي لأن بلدي تساعد الصهاينة وأتى إلى بلد تساعد الصهاينة، هنا مربط الفرس. أما إنسان يأتي يعيش في بريطانيا، يعيش في موزمبيق، يعيش تحت الأرض، شوف فالآن دقيقة باش واحد يفهم ويتكلم كلام يفهم. فعندما تقول أنت منافق أسأت فهم كلامي، ما فهمتنيش غاية، فهمت؟